رمضان كريم، تعالوا معايا نوريكم ازاي هنعمل كنافة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم الكنافة ازاي نقدر نعملها في البيت بأقل التكاليف وبطريقة سريعة وسهلة. هنجيب معانا كوباية دقيق، كوباية مية، معلقتين نشا، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة سكر. ننزل بالمية، مش هنحطها كلها مرة واحدة، جزء جزء. اقلب في المكونات بتاعتنا. قلب كويس. طبعا في رمضان لازم الكنافة، مفيش بيت بيخلى في رمضان من عمايل الكنافة. طبعا هتلاقوها بأسعار خيالية السنة دي، فاحنا قلنا نعملها لكم في البيت علشان ايه، الى حد ما نقدر نوفر. هنمزجها كده كويس قوي. هنقعد نضرب فيها كده كتير، وعايزاكم في التعليقات لو انتوا محتاجينها بطريقه معينه اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعملها لكم وانزلها لكم. هنقعد نضرب فيها كده حوالي من ربع ساعه لنص ساعه لغايه ما الدقيق يحل كله معانا، ونتاكد كويس جدا ان مفيش اي تكتلات. هنصفي الخليط اللي احنا عملناه بمصفى سلك عشان نتاكد ان مفيهاش اي تكتلات تعاكسنا واحنا بنرشها. هوريكم دلوقتي الحاجه اللي هرشها بيها. هرشها ازاي بقى؟ انا جبت ازازه كده وخرمتها. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. الصينيه على النار، نعبي كده الازازه بتاعتنا. حاجه طبعا ببوز عشان تبقى سهله ان انتوا تعبوا بيها الازازه. تعالوا بقى اوريكم هنسويها ازاي. نحطها على النار وندهنها زيت وعلى نار عاليه. هنجيب الخليط بالكنافه بتاعتنا، الدقيق اللي احنا عملناه، وهنيجي ننزل كده بسم الله. طبعا لو عندكم طاسه اوسع شويه هيبقى احسن. بس كده. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. وده الشكل النهائي للكنافه اللي احنا صنعناه في البيت. والف هنا وشفا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.